لكن لابد من تحيه المنتخب المغربي في المشاركه هذه اللي وصل للدور النصف النهائي هو المصري، ولكن الهزيمه نتاع 6-1 ثقيله جدا يعني خلتنا ننساو الباركور نتاع المنتخب ده امبارح في ماتش المغرب لو كان محمد صلاح حتى موجود برضه ما كناش هنكسب، بس ما كانش هيبقى ده الماتش. ولو كان كل نجوم مصر موجودين بصراحه برضه ما كناش هنكسب. الفضيحه اللي حصل انا بعتبرها طبعا. لا فضيحه. الباركور نتاع مصر الهزيمه 6 راهو مش شويه يا اخي هون دوا. مصر فازت على اسبانيا في دور المجموعات. شفت لا ريوسيت نتاع المنتخب الاسباني نتاع المغربي. المغاربه تكنيكمون زاد ظهر الفوارق وزيد اخويا عداو جرام ماتش زيد انا لانه المغرب اليوم اخذت خطوه لقدام عالميه في السنيور والموند 21 مالغري كو يلوم على الركراكي في التدخلات نتاعو واللي صار بينه وبين السكتيوي هو المدرب ولكن شفنا في اسبانيا دي فوانتي كيفاش هبط لي مدرب المنتخب قل من 23 سنه. نعرف احنا بعد ساعات لك البوليميك والصوره والحكايات ديما ندخلوا فيهم الفعفع. اما المنتخب المغربي قاعد يخدم في خطى ثابته، قاعد يحضر في كاس العالم. هربوا بينا من جميع النواحي فنيا وخاصه ذهنيا وفي الانفراستركتور وسورتو الكاليتي موجوده. تاع الملاعبين مالا ريتشاردسون هذا ريتشاردسون شنو اسمه ريتشاردسون الحقيقه نعرف كان ريتشاردسون لاعب عايش في اوروبا. فما رحيمي زاد رحيمي كما نقولوا قام انا مش هذا هو ريتشاردسون. رحيمي مهاجم العين اللي مرت معناها فاق في الشامبيونز ليغ الاسيويه وكي استدعاه معناها كمل هداف 9 اهداف معناها اكثر واحد كمل هدافين في العرب. ثبت لنا ريتشاردسون هذا منين بالضبط؟ مش الاسم كامل وكاو. اسيان واش عندك؟ المغرب تجني ثمار 10 سنوات عمل متتاليه على مستوى مراكز التكوين في الشبان واستراتيجيه كامله وين معنى البوفوار السلطه هي اللي تدخلت وقالت نستثمروا في الرياضه وعملوا الاكاديميات وجابوا اعز المدربين والمكونين من انحاء العالم وراهنوا على لي فورماتور وكذا دجناو الثمار واللي باش يكونوا زاد على مستوى يعني المغاربي والافريقي والعالمي عندهم بلاصتهم في يعني تقول انت سياسه الدوله كانت واضحه. هذا هو كانت واضحه شجعوا وكذلك تصور كبير برشا وعملوا ان بوليتيك. نشوف الاورجانيغرام نتاع الفيدراسيون ماروكان وتقارنوا بالاورجانيغرام نتاع لي جراند فيدراسيون على مستوى العالم سواء تلقاهم متشابه. ناس تصبر، الناس ماشيين بخطى ثابته، ما عندهم حاطين اهداف وهنا نشوف على مستوى النتائج. لكن في المقابل طبعا حتى على المستوى الافريقي المغرب يعني خذا شوط كبير على خاصه على بلدان شمال افريقيا. اليوم احنا وين وهم وين. حتى على مستوى النوادي نشوفوا اللي النوادي المغربيه موجوده في الادوار النهائيه باستمرار للكؤوس الافريقيه. ثم اكثر من ذلك حتى على مستوى الكاف سيطره مغربيه من كاتب عام الى المؤثرين في الاتحاد الافريقي كلهم مغاربه الى نائب رئيس الاتحاد الافريقي طبعا فوزي لقجع اللي موسي تنتو راهو اذا كان حطيت استراتيجيه وسياسه معينه يعني لان وراها رجالات تخدم على مستوى الهياكل ويهزوا بعضهم يعني للهياكل الدوليه والكل يمشي مع بعضه. يعني ناس قاعده تفكر، ناس تتخمم وكذلك زي كل واحد يعمل في العمل المناط بعهدته. ما فماش تداخل الفني في الهيكلي، ما فماش تداخل، فما امور واضحه والنتائج هنا نشوفوها. امين. اذا المشاركه التونسيه